حلقة اليوم هي على الكارما. شو معناها؟ كلمة كارما جاية من اللغة الهندية القديمة السنسكريتية اللي كانت لغة العلم والدين في الوقت هذاك في الهند. الكارما تعني الفعل. منين جات الكارما؟ أقدم ذكر لهالكلمة كان في الكتب متاع الفيدا اللي هي نصوص دينية قديمة في الهند عمرها فوق 3500 سنة. هي الكتب المقدسة متاع الديانة الهندوسية اللي تعتبرها كلام منزل من الآلهة. الهندوس يامنوا اللي الفيدا أزلية، يعني ما كتبوهاش بشر، أما نزلت على الأنبياء القدم اللي يسميوهم الريشي، واللي كانوا يعيشوا في الخلاء ومعروفين بحياة التزهد. كيفاش تخدم الكارما؟ اللي يامل بالكارما يشوف الدنيا على أساس أنه كل فعل عنده نتيجة، أنه الحياة تمشي حسب القانون الأخلاقي متاع السببية، كان صح التعبير. كيفاش تصير النتيجة؟ ممكن تشوفها في حياتك هذه، يعني الخير يرجع لك خير والشر يرجع لك شر، وممكن تجيك في حياة أخرى بعد الموت. حسب فكرة تناسخ الأرواح السمسارة، واللي يعني الروح تتعاود وتتولد في بدن آخر جديد، والكارما القديمة تمشي معها. والسمسارة هي الفكرة اللي تقول اللي يعملوا البشر يجيه نهار ويخلصوا، وكان فعله باهي باش يجي نهار ويتكافئ عليه. في النظرة هذه ما ثماش الصدفة، كل حاجة تصير خير ولا شر هي نتيجة أفعال صارت قبل، يا إما في هالحياة يا في حياة أخرى قبل. إذا عاش الإنسان يعمل في الخير يتولد في حياة أحسن، وإذا عاش يعمل في الشر يتولد في حياة أصعب. كل بشر هو مسؤول على السعادة ولا المعاناة متاعه، وهكا يتحمل الإنسان مسؤوليته في أنه يتصرف بأخلاق ورحمة مع الناس. اللي يامن بالكارما يحاول يعمل الخير خاطر يعرف اللي باش يرجع له، ويتجنب الأذى خاطر زاده يرجع له. في الديانات الشرقية كما الهندوسية والبوذية، الكارما مش مجرد عقاب ولا مكافأة، هي نظام طبيعي يخلق توازن، يعلم ويدرب ويخلي الإنسان يكبر روحيا. المعاناة بالنسبة للكارما ماهيش ظلم، أما تتفسر كطريقة باش الإنسان يتعلم دروس من أفعاله، والأعمال الطيبة تنقي الروح وتقربها من الهدف الأعلى اللي هو السلام الداخلي وانتهاء المعاناة، اللي تتسمى النيرفانا في الفكر البوذي، والتحرر من دورة الولادة والموت، والاتحاد مع الروح العليا اللي تتسمى الموكشا في الفكر الهندوسي. يقول القائل: ايش مدخلنا في هالموضوع؟ شنية علاقة الكارما بين اليوم؟ ما تنساش حاجة، في تونس برشا ناس يقولوا اللي يعمل يلقى، اللي يزرع يحصد، والزمان يدور. كيفاش وصلت الكارما لينا الكل؟ بدأت الحكاية في العصر الحديث في القرن 19. الأوروبيين بداوا يترجموا النصوص الهندية، وهكا اكتشفوا فكرة الكارما، وليت كلمة كارما تدخل في اللغة متاع كل يوم، ويستعملوها حتى ناس ما همش محافظين. في القرن اللي فات سمعنا برشا ناس معروفين يقولوا أنه الكون يرد لك نفس الطاقة اللي تعطيها. مثلا جون لينون مغني فرقة البيتلز في السبعينات، هو ولا متأثر وقتها بالبوذية والهندوسية، وخذا برشا من أفكار الكارما والتأمل والطاقة الكونية. وقتاش؟ بعد ما هو وبقية أعضاء الفريق مشاو للهند وقراوا عليها غادي، وحكي على الكارما في غنيته المعروفة Instant Karma، اللي هي رسالة فلسفية تقول اللي الكون عنده نظام أخلاقي طبيعي، واللي تعمله تلقاه اليوم ولا غدوة. الغنية تقول Instant Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head، اللي معناها الكارما بالوقت باش تجيك وتفيقك على روحك. وبعد يقول
Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. اللي معناها علاش احنا في الدنيا؟ مش باش نعيشوا تعبين وخايفين، اما باش نتعلموا نحروا ارواحنا. واليوم برشا مشاهير يتكلموا على الكارما في حياتهم، كيف ما أوبرا وينفري ديما تقول الكون يرد لك نفس الطاقة اللي تبعثها، وهذاك علاش لازمها تكون إيجابية. أوبرا تعلم في برامجها كيفاش الإنسان ينجم يعطي ويستقبل كارما إيجابية. تقريب الكارما طلعت مش بعيد عليك، رغم اللي عمرها من عمر الفراعنة مازالت لليوم موجودة، وهذا لأنها خذت برشا فورمات ونجمت تدخل في عمق الإنسان وتحاول تجاوبه على أهم المواضيع في حياة البشر والحضارات. وانتي شنو رأيك؟ خمم معي.